أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ بعض الطلاب بعد مضي مدة من الدروس يرى أنه لم يصل إلى مرتبة حتى يقدر يخدم الدين. هذا اليأس هي بلاء، هي معصية. لا تيأسوا. إنسان لابد أن يكون دائما عنده أمل بالنسبة إلى المستقبل دائما. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو يرى العباد ويعرف الأسرار ويدري ما أريد. أناشده أخاطبه: يا الله، أنا انتخبت هذا الطريق لنصرة الدين، لإحياء الدين، أخذ بيدي. الله سبحانه وتعالى يستجيب، ولكن أكو شرط فيه. لابد أن تكون في نفسك بعض الصفات الحميدة وتبعد بعض الصفات الردية. من جملة تلك الصفات التي تأكل الإيمان هي عدم الصبر. شوف، أنا كثير من الناس أراهم بشيء صغير ينفعلوا. الانفعال لطالب العلم ممنوع، ممنوع أن ينفعل في أي وقت وأي لحظة وأي مجال وأي مجتمع. لا يجوز لطالب العلم أن ينفعل. لا، إحنا وظيفتنا وجادلهم بالتي هي أحسن مع المخالفين. أما مع داري وعيالي وأهلي وإخواني وأصدقائي وجيراني لابد أن تكون لي صفة الصبر حتى الله سبحانه وتعالى يوفقني. الله ليش أعطى لأهل البيت هالمقام؟ الله سبحانه وتعالى لماذا في مواطن مختلفة من القرآن يقول: واصبروا 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 واستعينوا بالصبر والصلاة؟ كل وصية إلى الصبر. لماذا؟ لأن الصبر يسبب ارتقاء الإنسان، وعكسه يسبب انهيار الإنسان. الصبر صفة للمتقين، صفة للمؤمنين، صفة للمتوكلين. وطالب العلم لابد أن يكون في مقدمة القوم، في الأوائل، يتعلم الصبر، يتعلم من العلماء، من المراجع، من الفقهاء، من الذين عاشوا ونصروا الدين والآن تحت الثرى، يتعلم منهم. بالنسبة إلى الدرس يتحمل، مو ينهار يقول ما أقدر، صعب، ما يستوعب ذهني. لا، يطلب من الله أن يعطيه نورانية ويصبر. كم من عالم نحن عندنا بدأوا الدرس بكبر السن والله أعطاهم التوفيق، وصلوا إلى ما وصلوا. في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين روحي له الفداء: بني الإسلام على 4 دعائم: اليقين والصبر والجهاد والعدل. احنا الآن قصدنا الصبر. أركان الإسلام في وجود الشخص، تشوفه مسلم، تشوفه موالي، غير الاعتقادات. احنا ما نتكلم عن الاعتقادات، نتكلم عن الصفات. وإلا معتقد هو بأهل البيت،
معتقد بالولاية، ينطق بالشهادتين، ولكن المسلم الواقعي عنده صبر عند المعاناة، عند المصيبة عنده صبر. الصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد. أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول، هذه كلمات أمير المؤمنين كلها. أريد اليوم أبين لكم أحاديث التي صدرت عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين روحي له الفداء حول الصبر، لأنه هو كان قدوة الصبر، هو كان ميزان الصبر، تحمل كل المعاناة. أسأل منكم يا طلاب، من يتحمل؟ أي شخص يتحمل؟ يضربون زوجته أمامه، يتعدون على زوجته أمامه، أي شخص. ولكن رأى هذا علي بن أبي طالب، ضربوها، عصروها، أسقطوا جنينها، هذا كله شاف علي بن أبي طالب. ولكن كيف يفعل المظلوم؟ كيف يفعل؟ صبر، أعطانا قدوة للصبر، أعطانا درس للصبر. أفضل العبادة الصبر. تكون عابد، زاهد، مؤمن، دائما مشغول بالعبادة، أمير المؤمنين يقول أفضل العبادة الصبر والصمت وانتظار الفرج. احنا الآن كلامنا بالصبر، الإنسان قليل يتكلم، هذا أفضل عبادة. دائما يقول لي صاحب اللهم عجل لوليك الفرج، عجل، دائما بالحقيقة يقول، مو بلقلقة لسان. أشرف الخلائق التواضع والحلم ولين الجانب. هذا التواضع والحلم يدل على الصبر. الإنسان إذا كان صابر يكون متواضع، يكون حليم، لما يتكلم أحد معه يحس الأبوية، هذا بالصبر يتحقق. ربما الإنسان يطلق كلمة لا يعجبه الشخص، ولكن يتواضع أمامك، يكون حليم أمامك، يدل على صبره، على تقواه، على دينه. الشكر زينة الغني والصبر زينة البلوى. لتلك المصائب أمير المؤمنين يقول أيها الناس عليكم بالصبر، فإنه لا دين لمن لا صبر له. تريد تعرف واحد عنده دين ولا؟ تريد تعرف واحد له دين أم لا؟ شوف، يصبر يوم ما يصبر، يتحمل يوم ما يتحمل. إذا تحمل وصبر قول هذا خوش إنسان، دينه كامل. إذا شفت لا ينهار، هذا يتبين أنه دينه مخشوش، لقلقة لسان. الصبر جنة من الفاقة، يكون حائل في مقابل الفقر. يعني إذا صبرت وتحملت الله سبحانه وتعالى يغنيك، ما تصبح فقيرا. ولذا عاتب نفسك، أنا ليش ما عندي؟ خب أنت ما تبعد الصفات الرذيلة عن نفسك، تتوقع أن تصل إلى مرتبة التي ذكروها، تكون غني، أنت ما تصبر بالبيت على عيالك وأولادك، على جيرانك، تتوقع الله يفتح أبواب رحمته إليك؟ تخلق
بأخلاق الحميدة حتى الله يتفضل عليك. اعمل بالروايات التي وصلت لنا من أهل البيت حتى الله يغنيك. أصل الصبر حسن اليقين بالله. سبحان الله. يعني شنو حسن اليقين بالله؟ الإنسان لما يصلي باعتقاد أنه الله سبحانه وتعالى ناظر يصلي، الله جعل هذه الوظيفة على عنقه يصلي، هذا يدل على أنه عنده يقين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر. أصل الصبر أداء التكاليف برغبة برحاب صدر. أصل الصبر حسن اليقين بالله. أي شخص صابر؟ أسأل، أي شخص صابر؟ شخص الذي متيقن ومعتقد بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث هذا يقول، هذا الحديث يشير إلى هذا المطلب. أصل الصبر هو اليقين والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. ولذا إذا الشخص لم يصبر وينفعل، ولما تنصحه لا يقبل وينفعل، يدل على أنه ما عنده يقين بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان ما ينفعل عندما يرى هذه الأشياء، المصائب، المعاناة. الإمام أمير المؤمنين يقول: الصبر ثمرة الإيمان. إذا ما تصبر ما عندك إيمان، إيمانك متخلخل هيك بدون لون الإيمان. ولكن إذا صبرت يتبين أن إيمانك قوي، صفاتك قوية، تقربك إلى الله مقبول. ليش؟ لأنه صبرت. الصبر يدل على الإيمان. المؤمن يصبر، المعتقد يصبر. الصبر كفيل بالظفر. صبر يضمنك أن أنت تربح، أنت تفوز. اصبر، شوف الله يساعدك، الله يأخذ بيدك. ولذا أمير المؤمنين يقول: الصبر كفيل بالظفر. إذا صبرت أنت بالنهاية تربح، بالنهاية تفوز، بالنهاية تصل إلى الشيء الذي كنت تبحث عنه تريده. الله يوفقك تصل إليه. وإن شاء الله نستمر بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.